من ضمن الحاجات برضه المستفزة يعني اللي شايفها في الموضوع ده حاجة لسه حاصلة النهارده، عيل كده اسمه أنس حبيب، الواد ده قاعد في هولندا وعامل نفسه انفلونسر أو بلوجر وقافش مصر على طول، دايمًا يتكلم عن النظام ويقلل من البلد ويتريق على جيش بلده وحاجة قمة يعني أنا قرفت منه. الواد ده عمل إيه بقى؟ راح للسفارة المصرية في هولندا وراح جاب إقفال وقفل على موظفين السفارة جوه، وراح فتح لايف عمال يقول لهم إيه بقى؟ شايفين الحصار؟ حاسين بالحصار؟ حاسين بالحبس يا مصر؟ برضه يعني هو مغلط مصر مش اليهود، يعني ده أبسط شيء يا ابني روح للسفارة اليهودية هناك لو راجل لو أبوك ذكر روح للسفارة الإسرائيلية هناك في هولندا يعني وامشي جنبها، أنا عايز أقول لك امشي جنبها واشتم مثلًا، هيعتقلوك وهيرحلوك يا ابني، لكن أنت مش فالح غير تتشطر على الناس يعني مش عايز أقول غلابة لأن إحنا مش غلابة، إحنا نقدر نجيبه، بس إحنا إيه مش عايزين ننزّل دماغنا للدرجة دي. الواد ده حَب ياخد لقطة ويعني على مشاعر الناس، عارف إن الترند دلوقتي إن مصر هي اللي قافلة المعبر، مع إن ده مش صحيح، قال لك بقى أنا أروح بقى عند السفارة المصرية هناك وأقفلها وأفتح لايف وأجيب بقى تفاعل وأجيب دعم بقى، والجهاز المخابرات اللي مشغّلني يبقى مبسوط أوي من اللقطة دي. أنا اتفرّجت على اللايف ده يعني وضحكت والله في حاجات كوميدية، مسؤول السفارة المصرية بيتكلم على الواد بيقول له: "يا ابني طب ما أنت بدل ما جاي تعمل النوش ده هنا، ما تروح يا حبيبي معبر رفح وافتح المعبر."